قالوا ناس زمان مول القلب الصافي ديما زهرو حافي. اللي دار ثقته في الله عمرو يخيب، واللي دار ثقته في بنادم راسو يشيب. صفي قلبك ودير نية وتوكل على الله، اللي كرهك بعد منه ونساه، واللي بغاك عرف بقيمته وموت معاه. واحد يعجبك من نظرة، وواحد تعجبك فيه الهضرة، وواحد كنت تصيب تخبطو بحجرة. الفايدة ماشي في الزين والعين، الفايدة في التربية والدين. خلي قلبك كبير وبغي البنادم الخير، في هاد الزمان بالنية سير، دير راسك دلو تعرف اشنو فقع البير. السلام عليكم متتبعيني الاوفياء، اللي مازال مشتركش معايا في القناه يشترك معايا ويفعل الجرس باش يبقى دائما يوصلكم جديد القصص. ومرحبا بكم في قصه جديده معنا اليوم من قصص قناه حكيتي لك للقصص البوليسيه المغربيه الحقيقيه. اليوم قصتنا مع اللي مشى في طريق الشعوذه، واللي معروف بان طريق الشعوذه هي طريق مسدود، طريق مظلمه، ولكن الجهل ديال بعض الناس اللي ما كيتقبلوش القضاء والقدر ديالهم كيلجؤوا للشعوذه، كيبغيو يحققوا المبتغى ديالهم، ولكن النتيجه غالبا ما كتكون خيبه امل، كيضيعوا غير رزقهم بدون نتيجه، او لا بعض الاحيان كتكون نتيجه السجن، كيف غادي نسمعوا في القصه تاع اليوم. ونبداو قصتنا. في عام 2012 بمدينه جديده، واحد البنت سميتها جميله وصلت السن تاع 30 عام ومازال ما تزوجاتش. بدات كتشوف راسها بانها كبرات ومازال ما تزوجات. هنا غادا تبان ليها طريق الشعوذه. الام ديالها داتها عند واحد الفقيه خارج على مدينه جديده. هاد الفقيه كيجوا عنده الناس من كل بلاصه. ملي مشات هاد الام هي وبنتها جميله عند هاد الفقيه، قالت لي امها هادي راها بنتي وما عندها زهر في الزواج، وراها كبرات وفاتت 30 عام وما عمر شي حد جا دق بابنا. قال لهم الفقيه انا ما عندي باش ننفعكم، مازال الا بنتك كتعرف شي واحد تجيب ليا تصويرته ويكون خير. نقزات الام قالت ليه بنتي ما كتعرف هاد الساعه حتى واحد، ولكن نقدروا نجيبوا لك تصوير شي واحد. وخرجوا في حالهم. دازت مده اسبوع وهاد البنت امها عاودوا رجعوا عند الفقيه، قالوا ليه راه واحد ولد جيراننا بغيناك تخدم لينا ليه شي حاجه. قال لهم جيبوا لي غير تصويرته. قالوا لي راه ما عندناش، ما لقيناش كيفاش نديرو نجيبوها ليك. قال لهم جيبوا لي على الاقل شي حاجه من حوايجه، وحدد لهم شنو يجيبوا ليه بالضبط. قال لهم جيبوا لي الملابس ديالو الداخليه. ايوا شكون هو هذا الولد اللي ولد جيرانهم؟ هذا الولد سميتو مصطفى، شاب عمره 26 عام، كيخدم مع الوالد ديالو في التجاره، عندهم محل كبير كيبيعوا فيه مواد البناء. هاد العائله ديال مصطفى عندهم واحد المساعده ديالهم في الدار. ناضت جميله تقربت من المساعده وتصاحبات معاها، وفي واحد الوقيته قالت ليها راه هذاك الولد مصطفى كيعجبني وما كرهش نتزوج بيه. قالت ليها المساعده انا شنو المطلوب مني؟ قالت ليها جميله جيب لي غير شي حاجه من حوايجه. المساعده هنا تخلعات، قالت ليها لا ما نقدرش ندير هذا الشيء. جميله بقات كتحاول معاها حتى قنعاتها باش تجيب ليها الحوايج. قالت ليها المساعده صافي واخا انا غادي نحاول، ولكن هذا الشيء بقى بيناتنا، الا مشاو حتى ساقوا الخبار مالين الدار لهذا الشيء اللي غادي ندير معاك يجروا عليا من الدار. قالت ليها جميله كوني هانيه، هذا الشيء غادي يبقى بيناتنا. وبالفعل نهار الاخر جابت ليها الملابس الداخليه ديالو، شداتهم جميله داتهم للفقيه. الفقيه بحسب ما قالت جميله رش فيه شي ماده خضراء، وقال لهم دو دفنوه في شي مقبره بعيده. بالفعل داكشي اللي داروا هي امها، دفنوه في مقبره، وبقات كتسنى اليوم غدا يجي لعندهم، والو ما جاش لعندهم وما تغير والو. دازت مده قصيره ورجعات عند الفقيه هي وامها، قالوا لي داكشي اللي قلتي لينا نديروه حنا درناه، ولكن ما بانت لينا حتى شي نتيجه. هنا الفقيه دار راسو كيقرا لهم في شي حاجه وقال لهم حقا هذاك الشيء تبطل، حيت الام ديال داك الولد متقفه ولدها، وبقى كيراوغ فيهم من هنا لهين. هما ما فهموش بان هذاك الفقيه باغي غير الفلوس منهم. اصلا هذا المصطلح ديال الفقيه يعني ما خصناش نستعملوا هذا المصطلح، خصنا نقولوا عليه مشعوذ. اصلا هذا المشعوذ باغي منهم غير الفلوس، وهما ما فاهمينش ريوسهم جالسين يحطوا عنده في فلوسهم. ايوا مني سمعوا هذيك الهضره تيقوها
وقالوا ليه دابا اشنو الحل. قال لهم غادي نعطيكم واحد العشوب غادي تشربوه لي في اتاي اولا الحليب، ومن الاحسن شربوه لي في الاتاي. بالفعل خداو منه هذوك العشوب وعطاوهم لهذيك المساعده، والمساعده شرباتهم ليه. كتقول المساعده بانها شربتهم ليه في القهوه في الليل. والغد ليه صبح مصطفى ميت، ولكن ما كانش كتبان عليه شي اعراض بانه تعرض لشي تسمم. باه مني جا الصباح بغى يفيقو باش يمشي مع المحل كيف العاده، كيلقى الولد ميت وشبعان موت، وخبر مالين الدار وكسر الغوت في الدار. هنا المساعده مني سمعات بان مصطفى صبح ميت هربات لدارهم. نقلوا مصطفى للسبيطار، داروا ليه تشريح الجثه ديالو. قال لهم الطبيب الشرعي بان الضحيه تعرض لحاله تسمم خطيره جدا، ودخلوه هنا البوليس. والدين مصطفى قالوا للبوليس بان ولدهم كان بخير وما كان عنده حتى شي مرض نهائيا، وقالوا لهم بانهم شكوا في المساعده ملي مات هربات. قالوا لهم بوليس شحال وهي خدامه عندكم؟ قالوا لهم اكثر من 8 سنين، راها بحال بنتنا، خدمات عندنا ملي كانت باقا صغيره. قال لهم واش كتعرفوا دارهم؟ قالوا لهم لا، ولكن كنعرفوا غير المنطقه ديالها. قالوا لهم شكون اللي جابها لكم النهار الاول؟ قالوا لهم السمسار. عطاوهم عنوان السمسار اللي جابها ليهم، والسمسار داهم عند المراه اللي جابتها ليه. قالت لهم المراه بان المساعده هي بنت خوتها، وداتهم المنطقه اللي ساكنه فيها، اللي هي ساكنه في واحد المنطقه ديال العروبيه ديال نواحي جديده. مشاو عندها وفعلا لقاوها البوليس تماك، لقاو عليها القبض وجابوها للكوميساريه الكبيره ديال مدينه جديده. بقاو يستنطقوا فيها وقالوا ليها علاش هربتي ملي سمعتي مصطفى مات؟ قالت لهم انا ما كنتش عارفه غادي يموت، وبانها عطاتو شي عشوب في القهوه. قالوا ليها من جاوك العشوب؟ قالت لهم عطاتو ليا جميله جارتنا. هنا البوليس مشاو اعتقلوا جميله امها، واعترفوا لهم بان هذاك العشوب الفقيه اللي عطاه ليهم، وبانه ما كانوش ناويين يقتلوه. مشاو البوليس عند الفقيه شدوه واعترف بانه هو اللي عطاهم العشوب، وتقدموا هاد 4 الناس للعداله، وتحكم على الفقيه ب20 سنه ديال السجن نافذه، والمساعده ب10 سنوات، وجميله امها ب15 سنه سجن نافذه. وهنا سالات القصه ديالنا اولا الجريمه ديالنا. مستمعين الاوفياء، هاد القصه اولا هاد الجريمه هي عبره لكل واحد بغى يأذي ولاد الناس وبنات الناس، وباللي لكل قدر اجل مسمى، كل حاجه بوقتها، والارزاق بوقتها، والصبر مفتاح الخير. لا داعي الانسان يعمر راسه بالشعوذه. نتمنى الجميع يستفد من هذه القصه ولا هذه الجريمه المؤلمه. شكرا لكم على المتابعه، وبارطاجيو القصه واشتركوا معايا في القناه، وشكرا لكم.